بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. والله العظيم بتوحشوني بجد يعني، بس طبعا كان غصب عني، لان كان طبعا وفاة الراحل كابتن محمد صبري، وكان ساعتها ماتش منتخب مصر. كان الواحد ساعتها ملوش نفس ان هو يحلل، وجي كمان الماتش بتاع اوزبكستان تكسب مصر 2-0، وبعد كده نتعادل مع كاب فيردي ونلعب ضربات ترجيح في بطولة انت المفروض ان انت تروح تاخدها وانت مغمض وترجع. فطبعا كل الظروف دي مع الوفاة سدت نفس الواحد ان هو كان يعمل فيديو الفترة اللي فاتت دي. ولكن النهاردة بعد مباراة النادي الاهلي لازم نعمل فيديو وندي للنادي الاهلي حقه. الشوط الاولاني عمل مباراة كبيرة، كان المفروض تطلع 4 و5-0 الشوط الاولاني. نجمها كان تريزيجيه صراحه يعني، واشرف بن شرقي، دول كانوا ابرز 2 لعيبه الشوط الاولاني، وهم اللي كانوا عاملين الشغل كله والاداء اللي احنا شفناه. نزل الشوط الثاني النادي الاهلي ضامن في جيبه 2 جونين، ضامن المباراه والدنيا زي الفل، وفرقه ملهاش انياب، وهم ضاغطين على طول فرقه النادي الاهلي ومستحوذين. واذ بالشناوي على غير العادة يرجع فرقة شبيبة القبائل تاني للمباراة. ازاي بقى تمشي 2-0 والدنيا سهلة كده؟ لا، لازم يبقى لي بصمة. فكرة غريبة الشكل تيجي في كعب رجله وتخش، كرة عرضية ملهاش لازمة، ولكن ده اللي يدل بقى ان ايه، آن الأوان ان مصطفى شوبير لازم يقف بقى يحرس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، سواء هو او احمد الشناوي بتاع بيراميدز. لان بصراحه محمد الشناوي البركه حلت عنه خالص الفتره اللي فاتت دي، وتحس كده اللي كانوا وز هيطلعوا الفتره اللي جايه دي بط. ليه؟ لان حتى النهارده وهو حس بالحرج، فهو اللي طلب التغيير. خلي بالكم، ودي حركه انا بشكره عليها، لان لو كان كمل كان ممكن في كورتين، كان ممكن منهم واحده جون، وكان المباراه ازمت اكتر، وكانت الدنيا هتبقى مش احسن حاجه معاه مع جماهير الاهلي. ولكن هو حس ان هو مش قادر، فقام جاي، او ان هو مش يومه، فطلب التغيير وغير، ونزل مصطفى شوبير اللي صد انفرادين، 2 انفراد على غير العاده. متهيألي لو فيهم واحده الشناوي كان موجود كان فيهم واحده هتخش. وده مش تقليل، احنا بنتكلم ان الشناوي طبعا قعد فتره كبيره هو رقم 1 في مصر، وهو احسن حارس في مصر، بس خلاص بقى كل وقت وله اذان، ودي سنه الحياه. شوبير طالعه ما شاء الله، حتى لما جه يقف السنه دي في اول الموسم اللجان اشتغلت والدنيا اشتغلت، وانتوا عارفين اللجان دي هي اللي مشت شوبير الاسم الكبير اللي هو بيمشي اي حد، وكان بيتكلم على اي حد ما بيهموش اي حد. تخيل ان اللجان دي مشيته، فهو خدوا ذنب مصطفى شوبير بذنب ابوه، وبداوا يهاجموه ان هو ما يقفش والكلام ده. ولكن ادي النتيجه، شوف بقى ربك تلف ومصطفى شوبير يركز وينزل ماتش المنتخب يصد ضربتين جزاء. سيبك من الاثنين اللي طلعوا بره، صد ضربتين جزاء، واخد بالك، وربنا بيديله حقه بقى، يعني ربنا العدل بيديله حقه وبيرجعه بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه النهارده. ده الماتش اللي فات بتاع المنتخب لما ينزل يصد ضربتين، مع العلم ان الشناوي متميز يعني بصد ضربات الجزاء. وما تنسوش السوبر المصري السنه اللي فاتت لما كان لو شيكابالا جابها هيجيب جون وياخد الكاس، هو انقذ الدنيا ورجع الكاس تاني للجزيره بس خلاص بقى، هي دي سنة الحياة كابتن شناوي بقى. يعني الأوان بقى إن شوبير هو اللي يبدأ، وأنت يعني خلاص اقف لغاية ما ترجع تقاتل تاني وتجيلك الفرصة تاني، والدنيا تبقى بس بالمجهود مش باللجان، يعني بالمجهود مش باللجان. وأنا مستغرب والله العظيم، يعني شوبير امبراطور الإعلام وناظر الإعلام، والراجل اللي هو بصراحة لما جه النادي الاهلي يمكن القناه بقى ليها رونق تاني، يتضحى بيه عشان لجان.
يتضحى بيه عشان لجان، دي حاجه غريبه الشكل.